السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا دايما بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، شكله وريحته وطعمه مش عايزه اقول لكم حاجه كده من الاخر، روعه بجد. النهارده عملت كنافه بالمانجا. طبعا يعني احنا كلنا مخزنين مانجا يعني، والمانجا السنه دي كانت رخيصه كده وسعرها حلو وكانت مغرقه الدنيا يعني. فعايزه تعملي حاجه بسرعه، طلعي لو انت عندك بقى كنافه دايما حطيها في الفريزر كده. يعني سعرها برضو مش غالي يعني، سعرها بيبقى رخيص يعني. نص كيلو تقريبا ب10 جنيه او حاجه زي كده. وتعملي بقى بولات بقى المانجا دي. انا كنت قاعده في كافيه وبعدين لقيت العلبه دي، البوله دي بس عامله حوالي 35 جنيه. ليه يا جماعه؟ طيب ده انا اساسا لو جبت وعملت في البيت مش هيكلفني السعر ده كله. فيلا بقى بينا نشوف ازاي عملناها بالطريقه والمقادير، وكمان هقولك على تكات حلوه هتخلي الكنافه معاكي جميل، وهتبقي استاذه فيها والكل هيقولك خلاص انا عايزك تعملها لنا على طول. يلا نسمي الله وندخل على الفيديو. كده دخلنا كده. قبل ما ندخل نسيت اقول لكم ارجعوا كده بسرعه وحطوا اللايك، اللي لسه ما اشتركش يشترك عشان خاطر كده ايه نرجع نعمل فيديوهات مع بعض حلو. ايه ده يا الصوم اللي انت عاملاه ده؟ كنافه طبعا انا حطاها متلجه في الفريزر. ليه؟ علشان خاطر تبقى اعرف اقطعها يعني. تمام، سهله جدا بتتفرك معايا بكل سهوله. حابه تعمليها في الكبه، تحطيها حته حته كده وتقطعيها في الكبه، برضو بتبقى مفرومه وبتبقى حلوه. بس بصراحه انا بحب اعملها بايديا كده، اسهل واسرع، وكمان ايه بخاف على الكبه بتاعتي يعني. بس اهو مش هتاخد مني حاجه، او بقطعها لحتت صغيره كده. انا عايزه اقول لكم ان هي بصوا من جوه اسهل. ليه؟ بتتفرفت بسرعه. اهي بتتفرفت، كل ما تبقى متلجة كل ما تتفرفت معاكي بكل سهولة. تمام كده اهو. خلاص انا هنا وريتكم، قلت بقول لكم يعني عملت نصها اهو. بص اتفرفتت وبقت حلوة جدا. شوفوا بقى اللي جوه دي اهو بسرعة كده. ايوه كده، مش تاخد منك حاجة ولا مجهود ولا وقت ولا اي حاجة. عملت بقى معاكم شوية في الفيديو، وكمان عملت بره الفيديو لغاية لما خلصته. جبت بقى ووك كده او طاسة او حلة اللي يعجبك، ونزلت طبعا حطيت على الكنافة دي زبدة. حطيت عليها زبدة وفضلت افرك الزبدة بايديا كده لغاية لما شربت الكنافة كلها من الزبدة اهو. تمام، هنزل كده. ده اللي انت شايفينه ده كله نص كيلو بس. نص كيلو بكام؟ ب10 جنيه. او دلوقتي ممكن الدنيا غليت يعني، ممكن يبقى قولي مثلا ب12 او 15. برضو مش حاجة يعني، مش هيكلفك. اهو هنزل بقى كده بالكنافة، وهنزل كده سيحت شوية سمنة بلدي. كانوا بقيت السمنة عندي في البرطمان، ونزلت بقى بيهم على الكنافة برضو. بقت معايا بقى حتة زبدة بقى طعمها بلدي مع حتة سمنة بلدي. بس هي مشكلتها بتاخد وقت شوية. في ناس بتحطها في صاج وتحطها في الفرن، وتدهن برضو سمنة كده، بتقلب عليها السمنة او الزبدة وبتحطها في الفرن. وتخلي بالك كل شوية تطلعيها من الفرن وتقلبيها، علشان طبعا ما تتحرقش وكلها تبقى لون واحد. بس انا بفضل الطريقة دي. طبعا انا سرعت الفيديو لان هي بصراحة خدت حوالي نص ساعة كده. الاول بتمسك في بعضها، وبعد كده بترجعي تكسريها كده برضو بالمعلقة الخشب كده وتفككيها، هتشوفوا بقى الشكل واللون هيبقى عامل ازاي. نرجع تاني نقول ايه ليه ما عملتهاش في الفرن. التحميص على الطاسه دي بيديها طعم حلو قوي يا جماعه. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ شايفين؟ انا عايزاه لون ذهبي كده جميل. وهنا بقى نزلت عليها بشربات اهو، هتشوفوا دلوقتي الشربات. نزلت عليها بشربات تقيل. شربات تقيل بارد، عشان خاطر ايه؟ لو الشربات سخن والكنافه سخنه هيقفش في بعض. فانا هنا الشربات بتاعي بارد. كوبايه ميه على كوبايتين سكر. كوبايه ميه على كوبايتين سكر. تقدري برضو تحطي سكر بودر، مفيش مشكله، بس انا بصراحه بفضل ان انا احط عليها شربات. كل الحاجات دي بتدي طعم ومذاق حلو قوي للكنافه. شايفين لونها عامله ازاي؟ ولا بقى في واحده ولا واحده ولا واحده محروقه. التقليب ايديا طول ما انت ايدك فيها، ما تسيبهاش وتروحي تقعدي او تعملي او تغسلي مواعين، لا. الافضل يعني انك انت تبقى ايدك ايه فيها على طول. طبعا الشربات او السكر بتاعها على حسب انت حابه طعمها لغايه فين. بصوا بقت عامله ازاي. طيب انا سبتها، لما سبتها يعني حصل حاجه مشوار كده وسبتها. طيب هل إيه اللي يجرى؟ ولا اي حاجه. هتكسريها كده بالمعلقه تانية، هتبقى زي الفل معاكي. هنا معايا مانجا قطعتها، معايا كريم شانتيه. كوبايه من الكريم شانتيه الخام، عليها نص كوبايه من اللبن، او على حسب ما الكريم شانتيه الشانتيه يتقل معاك. ومعايا هنا البولات. بصوا بقى الكريم شانتيه جميل وتقيل خالص ومش خفيف. اهم حاجه في الموضوع ده ان الكريم شانتيه يبقى تقيل. هنا بقى
غلطة بقى مطبعية. تعرفين بقى الكنافة بتعمل بتبهدل الدنيا شوية. نزلت هنا بمعلقتين كده من الكنافة في البولة بتاعتي، تقدري تعمليها برضو في حاجات ازاز مفيش مشكلة. وهنزل هنا معايا كده زي ما انتوا شايفين الكيس الحلواني، هنزل عليه بالكريم. بصوا الكريمة عاملة ازاي، ناشفة خالص. ونزلت كمان بطبقة من الكنافة تاني، وبرضو هرجع تاني احط طبقة من الكريم شانتيه واسويها بقى. بس كده، موضوع سهل جدا جدا. حابه بقى تعملي وردات، تعملي حاجات لو انت بقى عاملاها في بولات ازاز، لكن انا عشان عاملاها في بلاستيك هيتقفل، فما حسيت انه مش هيبقى ملوش اي لازمه خلاص في الموضوع. بصوا بقى المانجا عامله ازاي، خطيره. قطعت بقى المكعبات بتاعه المانجا زي ما انتم شايفين كده، وبقى جاهز معايا الكنافه، لون وشكل وطعم وريحه، حاجه جميله جدا. لو جايلك ضيوف او لو راحه نادي او راحه مكان، وممكن تاخديه معاكي لاولادك وما تشتريش من بره. بصوا بقى شكله عامل ازاي، تحفة تحفة تحفة. عملت بقى قفلت البولات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وتحطيها بقى في التلاجة تسقع. بصوا عايزة اقول لكم، ولا كنافة طول ما الشربات مظبوط، ما يكونش سخن والكنافة سخنة، ده كده انا هقولك ان هيقفش مع بعض، والكنافة هتنشف منك، وهتبقى واللي هيجي ياكلها هتبقى محجرة. انما طول ما انا زي ما انا تمشي بالمقادير والوصفة مظبوطة زي ما انت شايفة كده، كنافة هتبقى مفرفرة كده وجميلة جدا جدا، ولونها وكمان التحميصة اللي احنا حمصناها في السمنة البلدي. كمان حاجة من الحاجات اللي بتنجح الكنافة انك انتي تعملها سمنة بلدي تكون طعمها حلو. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده اللهم بارك. فرحي ولادك وفرحي كده بيتك بحاجات الحلوة.